هو انا ليه ظهري عامل كده حبوب واثار ومش عارف اوصل لها ولا اعالجها؟ ما هو ده السبب إني مكملة معاك يا دكتور. أنا حبوب الظهر طالعة من دهون زيادة ومسام مقفولة وبكتيريا مبسوطة جدا. يعني الموضوع طالع مش قله نظافه؟ ولا قلة نظافة ولا حاجة، ده نتيجة عرق، ملابس ضيقة، دهون زايدة وتنظيف مش صح. ساعتها بقى أنا أطلع لك. طب وليه بتكوني ملتهبه مؤلمه؟ عشان البكتيريا شغالة والالتهاب مولع، وكل ما تسيبني أسيب آثار أغمق. طب ونخلص من الموضوع ده ازاي؟ مش بصابونة وخلاص، انت محتاج تنظيف عميق وتنظيم دهون وعلاج يوصلني حتى وانا مستخبية. ايوه، يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تبدأ بغسول سيبا بيور اللي هينظف بعمق من غير ما ينشف ويقلل الإفرازات الدهنية ويقضي على البكتيريا. طب وبالنسبه للظهر انا مش عارف اوصل له. وهنا بقى المصيبة. طالما جبت سيره سيبا بيوري يبقى اكيد لازم تقولي السبراي بتاعها اللي هنقدر نرشه ونوصل للظهر والكتفين وحتى كل المناطق الصعبه. طب وده بيعمل ايه؟ ده انت تعدي معايا بقى في ماده الاسفوليان سي اس، ودي اللي هتقضي على تقريبا 100% من بكتيريا الحبوب، وهتنظم كمان افراز الدهون، بالاضافه ان في السالسيليك اسيد واللي احنا عارفين انه بينظف المسام بعمق وبيشيل الخلايا الميته. خلاص كده؟ لا لسه بدري، في كمان النياسيناميد اللي هيهدي الاحمرار ويقفل المسام بعد ما تكون اتنضفت، وطبعا لابد من التتري اويل والكلور هيكسيدين، ودول اللي هيعملوا تعقيم قوي. وطبعا بعد كل المواد دي لازم حاجات ترطب وتهدي الجلد زي الالوفيرا والكاموميل، ودول اللي هيرطبوا ويهدوا من غير ما يقفلوا المسام. كده انا مش هعرف اعيش خلاص. انا ماشية ومش راجعة. وزي ما سمعتوا حبوب الظهر مش عيب ومش عناد، لا دي مشكله وليها حل لو وصلتوا للعلاج الصح. لو ظهرك مليان حبوب ابدأ صح مع غسول والسبراي من مجموعة سيبا بيور علشان العلاج يوصل وينظف صح وتمنعوني أرجع تاني. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.